طبعا عقدت جلسة في البرلمان في 19 سبتمبر لمساءلة رئيس الحكومة على التقصير، لكن رئيس الحكومة بسط الأمور، قال الأمن مستتب وكله تحت السيطرة، وتمت السيطرة على الأمور. تمت السيطرة على الأمور بفضل الأمن الرئاسي وبفضل تدخلي أنا شخصيا، وليس بفضل لا تدخلي هو ولا تدخل الحكومة. الفرصة كانت ممتازة للباجي قايد السبسي أن ينتقد التحالف الثلاثي ويقول أن مسار الانتقال الديمقراطي توقف منذ أن تسلم هذا الائتلاف السلطة. تظاهرات طبعا السلفيين بعد الهجوم على السفارة الأمريكية أصبحت تشكل خطورة كبيرة على الوضع الأمني في البلاد. أنت رحت الأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2012 وألقيت خطابا دعوت فيه لمحاربة الدكتاتورية. حزب التحرير انتقد خطابك اللي ألقيته وهجمت فيه السلفيين واتهموك بالكفر والفسق والعمالة. طبعا، لكن أنا أهم شيء في خطابي في الأمم المتحدة هو الدعوة إلى إقامة محكمة دستورية دولية، وهذه كانت من الأفكار الرئيسية التي دافعت عنها، قولا أنه المحكمة الجنائية الدولية تحارب الدكتاتورية بعدما يعني خراب البصرة، لكن يجب أن يكون هناك محكمة دستورية دولية تقينا من الدكتاتورية عندما ترفض الاعتراف بشرعية انقلاب مثلا كالانقلاب الذي وقع في مصر أو كذا. وهذه الفكرة دافعت عنها ولا زلت أدافع عنها. فيما يخص قصة السلفيين وقصة كذا، أنا أريد أن أذكر أنه أولا من أطلق سراح مجموعات كبيرة من المتشددين الإسلاميين كان ذلك في عهد السبسي وليس في عهد. ثانيا أنا أريد أن أذكر أنه المجموعة أنصار الشريعة عقدت مؤتمرها في 2012 و2013 بكيفية يعني اغتنمت فرصة تلك الحريات، لكن في 2013 وقع منع هذه أنصار الشريعة، وكان علي العريض هو آنذاك صاحب هذا القرار، وأنا أيدته تماما، لأنه واضح أنه أصبحت هذه الجماعات تمثل خطرا داهما على التجربة الديمقراطية. هم عملوا مؤتمراتهم 2011-2012 نعم. ومنحوا ترخيص من حكومة النهضة في 2012. طيب، لكن في 2013 منعوا من كذا، ثم بعد أدرجوا على قائمة الإرهاب. شيء ثابت هو أننا كنا نعتبر أن هذه المجموعات أصبحت تشكل خطر، وخاصة كنا لا نعرف من يحركها، يعني هل هي فعلا حركات تتحرك من ذاتها أم وراها أيادي خفية. لأني أريد أن أذكر بأنه صارت حاجة غريبة جدا، وهي حرق الأضرحة. حرق الأضرحة يعني صارت عندنا نوع من الوباء صار فيه، أصبحت تحرق الأضرحة في كل مكان، في سيدي بوسعيد، حتى في قريتي في مدينة دوز وقع إحراق يعني ضريح واحد من أجدادي. فكانت يعني تشعر اللي ثم أيادي خفية تحرك هذه المجموعات لبث البلبلة. الأيدي الخفية دي مين؟ ما اتكشفتش؟ والله لم تكشف، لكن أنا أعطيك مثال حتى تفهم أنه الأمر كان مخطط ومدبر. احنا كان عندنا مرحلة 6 فبراير اللي هي كانت منعطف في تاريخ تونس بقتل الشهيد. ده بعدين في 2013، أنا لسه في 2012. في 2012 هذه الجماعات بدأت تتحرك وبدأت تشكل الخطر. لكن أنا ما أريد أن أقوله أنه في كل فترة يعني يكون فيها شيء هام بالنسبة لتاريخ تونس. مثلا انه احنا كنا على باب قوسين او ادنى من قانون تحسين الثوره، فقتل يعني شكري بالعيد. 24 جويلية 2013 كنا على باب قوسين او ادنى من اكمال المشاورات حول الدستور، قتل البراهمي. يعني كانت تشعر ان هناك غرفه عمليات يعني تتحكم في كل هذه، تتحكم في الإعلام، تتحكم في الإرهاب، تتحكم في كل شيء، وأهمها الأول هو إسقاط التجربة الديمقراطية التونسية. سيادة الرئيس، اسمح لي نكمل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لك.